عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بنك الحظ. المكان مقاطعة داماوند في محافظة طهران. الزمان 27 نوفمبر 2020. أنهى العالم الإيراني محسن فخري زادة عطلة نهاية الأسبوع مع أسرته في مدينة أبسرد الريفية. وهو راجع وفي طريقه للعاصمة انطلق الرصاص نحو سيارته ليعلن اغتيال فخري زادة، وكل الأدلة بتشير إلى الاحتلال الصهيوني. وتتقلب الدنيا مش بس لاسم ومكانة الشخص اللي تم اغتياله، ده كمان لطريقة اغتياله اللي أغرب من الخيال. فخري زادة ما كانش مجرد عالم، ده له مسيرة طويلة في العمل النووي والعسكري كمان. اتولد في طهران سنة 1958، وفي عمر 21 سنة التحق بالحرس الثوري الإيراني فور تشكيله سنة 1979، وترقى فيه لحد ما وصل إلى رتبة عميد. شارك في الحرب ضد العراق اللي استمرت من 1980 حتى 1988، وبدأ من سنة 1997 يعني في عمر 39 سنة اشتغل أستاذ في جامعة الإمام الحسين العسكرية. وبعدها اشتغل في المشروع النووي علشان يطلق عليه لاحقا اسم الأب الروحي للبرنامج النووي الإيراني. يعني احنا بنتكلم عن واحد من أبرز العلماء النوويين في العالم كله. طريقة اغتياله بقى كانت غريبة جدا. من مدينة أبسرد الريفية اللي فيها منازل واستراحات لأكبر المسؤولين في إيران، اتحرك فخري زادة بسيارته، وبمجرد اقترابه من عربية كانت واقفة على جنب الطريق انطلق الرصاص منها وتم اغتياله. وبعدين انفجرت العربية نفسها بقوة وتحولت لحطام ما بقاش باين منها حاجة. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت تفاصيل عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة بعد ما أجرت عدد من المقابلات مع مسؤولين من إيران وأمريكا وإسرائيل. والمفاجأة ما كانش فيه أي حد جوه العربية، لأن اللي نفذ عملية الاغتيال روبوت قاتل مدعوم بالذكاء الاصطناعي وبرامج عالية التقنية، ومزود بكاميرات متطورة وتم التحكم فيه عن بعد عبر الأقمار الصناعية، علما بأن عنده القدرة على إطلاق 600 طلقة في الدقيقة. يعني الروبوت ده ما كانش مجرد رشاش فيه شوية ذخيرة، دي آلة تكنولوجية بتنفذ مهام متعددة في نفس الوقت، تبدأ بالرصد والمراقبة ونقل وتحليل البيانات وتنفيذ الأوامر الصادرة ليه على أكمل وجه. إسرائيل صممت نسخة مخصصة من الروبوت القاتل ده علشان تتناسب مع حجم وطبيعة العربية المستخدمة في العملية، واللي قرر الصهاينة إنها تكون عربية نيسان زميات، وده بسبب شيوع استخدامها في إيران علشان ما يثيروش أي شكوك. وزود العربية من كل جوانبها بكاميرات وأجهزة اتصال لرصد محيط مكان العملية بكل دقة، وفككوا الروبوت التكنولوجي القاتل إلى قطع صغيرة، وفضلوا لشهور وربما لسنوات يدخلوها لإيران، وبعدها جمعوه مرة تانية في العربية النقل وتأكدوا من تشغيله وكفاءته. واتخذ الصهاينة قرار وتوقيت الاغتيال بعلم وموافقة أمريكا ومن ترامب نفسه. في المقابل كانت الاستخبارات الإيرانية حذرت محسن فخري زادة من محاولة اغتياله، وقال مسؤولين إيرانيين إن إسرائيل بتسعى لاغتياله من 14 سنة، وإنهم بالفعل نجحوا في إفشال محاولة اغتيال ليه في 2009 كانت هتتم في طهران برضه. ورغم التحذيرات رفض تحركه في موكب حراسة مشدد، وأصر فخري زادة على الذهاب إلى أبسرد اللي فور تحركه منها تم رصده، واتحركت العربية اللي عليها الروبوت القاتل ووقفت في نقطة محددة على جانب الطريق كأنها عطلانة. وبمجرد اقتراب عربية العالم النووي انطلقت 15 رصاصة أصابت فخري زادة وقتلته على الفور. وانفجرت العربية النقل بالروبوت اللي عليها لإخفاء أي أدلة والمنع وقوع أي تفاصيل تقنية في إيد طهران. واستغرقت العملية بحسب بعض التقارير من 60 ثانية ل3 دقائق كحد أقصى. عملية اغتيال سريعة ودقيقة دون وجود أي عملاء في مكان تنفيذها إلا السواق اللي وصل العربية النقل إلى النقطة المحددة وسابها ومشي. سابها للتحكم فيها عن بعد من غرفة قيادة تابعة لإسرائيل. عناصر مخابرات وضباط عسكريين قاعدين في التكييف في تل أبيب بيتابعوا على الشاشة بصور الأقمار الصناعية والبث الحي اللي موفراه الكاميرات اللي كانت موجودة على العربية. كل تفصيلة بتحصل في مدينة تبعد عنهم آلاف الكيلومترات، وقدروا باستخدام التقنية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع كتير من التجسس والخيانة والاختراق الأمني إنهم ينجحوا في خطتهم ويغتالوا أبو البرنامج النووي الإيراني في عملية نوعية بلا شك بتفتح أسئلة كتير حوالين دور وتأثير التكنولوجيا في حياتنا. وهل أصبحنا كلنا أسرى حرب في معسكرات رقمية أسوارها هي تليفوناتنا وزنازانها هي التطبيقات اللي بنستخدمها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن سعد، وده بنك الحظ. أهلا بيك عزيزي المشاهد.
كم مرة ظهر لك إعلان عن منتج بعد ما سألت عنه صاحبك في مكالمة تليفون، أو أخدت رأي خالك فيه على واتساب أو ماسنجر؟ والأخطر، كم مرة ظهر إعلان منتج ولا خدمة بعد ما كنت بتتكلم عنه مع حد قاعد جنبك من غير ما تمسك التليفون أصلا؟ إحنا بنتعرض للتجسس، ودي حاجة مثبتة بحسب تقرير صدر عن شركة ميديا 404 المتخصصة في الإعلام الرقمي. تليفوناتنا مش بس بتتابع وتسجل نشاطنا على الإنترنت، دي بتتجسس علينا وبتسمع كل اللي بنقوله. التقرير اعتمد على اعتراف مجموعة سي ام جي، واحدة من أكبر شركات التسويق وصناعة الإعلام، اللي طورت برنامج قادر على الاستماع وتحليل المحادثات، وبيستخدم ميكروفونات تليفوناتنا وكمان التلفزيونات وغيرها من الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت. وعبر تقنية الاستماع النشط أو Active Listening بتراقب وبتسمع محادثات المستخدمين، بعدها وعبر الذكاء الاصطناعي بتحلل المحادثات وبتجمع بياناتك، وعلى الفور يظهر لك إعلان للمنتج أو الخدمة اللي بتدور عليها. وطبعا الإعلان ده بيكون للشركة اللي هتدفع أكتر، يعني بيتعمل على محادثاتنا وكلامنا في بيتنا مزاد. وخلي بالك إن من ضمن عملاء مجموعة سي ام جي شركات تكنولوجيا كبيرة زي ميتا وجوجل. طيب هل الموضوع ده قانوني؟ رغم وجود قوانين في كل العالم تقريبا بتلزم المؤسسات التكنولوجية وغيرها بالحصول على موافقة صريحة وواضحة من الأفراد قبل أي معالجة لبياناتهم الشخصية، سواء لأغراض الإعلانات المستهدفة أو غيرها، إلا إن التجسس والتنصت علينا بيحصل برضه، ومفيش أي عواقب أو ضرر ملموس حصل للشركات دي. شركة سي ام جي اللي طورت برامج التجسس قالت في بيان ليها بكل صراحة إن الواحد مننا في كل مرة بيحمل تطبيق جديد أو بيحدث تطبيق موجود عنده، فهو بيوافق على تفعيل الاستماع النشط، وإن كل المستخدمين بيوافقوا على التنصت، ولكن الشركة بعد كده حذفت البيان ده لأنه بيقر بشكل واضح بوجود تنصت دون إخبار فعلي للأشخاص إنهم متراقبين، خاصة إن سواء في تطبيق على تليفونك أو موقع إلكتروني بيظهر لك رسالة ملفات تعريف الارتباط. فالغالبية العظمى مننا ما بتقراش الشروط والأحكام اللي مليانة رغي وبيبقى فيها تفاصيل دقيقة، فبندوس الموافقة وخلاص، وبكده بنسمح اننا نشارك بياناتنا وبنقبل بالتنصت علينا. ولان شركه سي ام جي ليها عملاء تقال قوي منهم ميتا وجوجل وامازون، فبعد اكتشاف فضيحه التجسس دي قالوا انهم عملوا مراجعات للتاكد من ضمان خصوصيه المستخدمين، ومنهم اللي قال انهم اوقفوا التعامل مع الشركه. لكن كلنا عارفين ان اللي حصل حصل خلاص، والقصه كبيره جدا، ومش بيان اللي هيطمنا او يقلقنا، لان الواقع كلنا عايشينه، وبقينا ماشيين بجواسيس وبنستخدم تطبيقات بتتنصت علينا وتدرسنا، زي تطبيقات شهيرة يوتيوب وتيك توك وفيسبوك واكس وواتساب وتليجرام، تطبيق خرايط ولا حتى لعبة بوكيمون اللي بمزاجك فاتح لهم لوكيشن وعارفين انت رايح فين وجاي منين وقعدت هناك قد ايه، او حتى تطبيقات تانية. كل ده بشكل او باخر بيجمع كل تفصيلة في حياتنا وبيبعتها للتحليل والمعالجة علشان تتباع لشركات التسويق التكنولوجية بعد ما كانت هي السلعة اللي بنشتريها. خلتنا أنا وإنت بقينا السلعة اللي بتتباع، أفكارنا وأصواتنا واللي نفسنا فيه بقى بيتباع للي يدفع أكتر. طبعا الكلام ده يقلق، احنا كده قاعدين بنتفرج على تلفزيون وهو بيسجل كلامنا وردود افعالنا على اللي بنشوفه، ماشيين وفي ايدينا او في جيوبنا تليفون وهو جاسوس بيراقبنا. ما تخافش عزيزي المشاهد، بص، هو خاف بس مش قوي، لأن على قدر ما التكنولوجيا بتتجسس عليا وعليك، ولكنها برضه تقنيات مكلفة جدا وفيها درجات، واللي بيستخدم ضدي وضدك وعلى خطورته فهو جزء صغير من تكنولوجيا مرعبة، تكنولوجيا قاتلة زي اللي استهدفت محسن فخري زادة وأخطر كمان. صحيفة واشنطن بوست كشفت في تحقيق ليها عن تعاون تكنولوجي ضخم بين جيش الاحتلال وشركتي جوجل وأمازون. مليارات الدولارات دفعتها تل أبيب لبناء مراكز بيانات في إسرائيل وتمكين جيش الاحتلال من استخدام برامج وخدمات تخزين سحابية فيما يعرف بصفقة نيمبوس للحوسبة السحابية. وبموجبها استخدم جيش الاحتلال برامج وتقنيات تكنولوجية متطورة من الشركتين، وبعدها طلب السماح بتوسيع استخداماته لخدمة فيرتكس لتطوير خدماته بالذكاء الاصطناعي. طبعا مش ال AI اللي بيخلي ترامب بيتكلم على طريقة عادل أدهم، لا، ده ذكاء اصطناعي موجه بالكامل للاستخبارات الحربية والعمليات القتالية والعسكرية، عشان يكون ذروة الصفقة التكنولوجية دي تزويد جوجل لجيش الاحتلال بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها تقنية جيميناي اللي جيش الاحتلال طلب استخدامها بتطوير مساعد ذكاء اصطناعي خاص بيه يعالج بيه الفيديوهات والصوتيات والوثائق.
كل التقنيات التكنولوجية دي من شركات زي جوجل ومايكروسوفت وأمازون استخدمها جيش الاحتلال لعمل بنك أهداف وجمع تحليل البيانات والصور وتحديد الأهداف واختيار أماكن وتوقيتات القصف على غزة. ده غير إن جيش الاحتلال طور بنفسه أداة الذكاء الاصطناعي هيبسورا اللي بترصد وتحلل الاتصالات وصور الأقمار الصناعية وغيرها، وبنفسها بتحدد وتزود القيادة العسكرية بآلاف الأهداف البشرية والبنية التحتية، وبتجهز كل البيانات المطلوبة لقصفها كده من نفسها، لدرجة إن بعض قادة إسرائيل شككوا في مدى دقة التقنية دي في تحديد أهداف تمثل خطورة حقيقية. القصة ما تقفش هنا. هايدي خلاف خبيرة الذكاء الاصطناعي كشفت إن جيش الاحتلال بيستخدم برامج وتطبيقات زي جيميناي وشات جي بي تي لتحليل كل أنظمة الاتصالات الفلسطينية وترجمة وتحليل المحادثات الشخصية، وإن البرامج دي وغيرها بتدرك أشخاص على قوائم المستهدفين بالقصف بناء فقط على كلمات مفتاحية. يعني مثلا لو حد قال لواحد في مكالمة أو في رسالة: أنا كلي حماس بعد نجاحي في الحصول على وجبة النهاردة، فبسبب كلمة حماس دي أنت بقيت إرهابي والذكاء الاصطناعي هيوجه جيش الاحتلال لقصفك. وده بيحصل فعلا، لأن مفيش مراجعة حقيقية بتحصل لنتائج عمل الذكاء الاصطناعي، وكتير من الأهداف اللي بيحددها لا تتعدى دقتها 25% وقد تكون لشخص واحد فقط، وبيتم قصفه دون النظر لحقيقة الادعاءات ضده، ولا يكون حوله عشرات المدنيين في القصف العشوائي ده. يعني التكنولوجيا الصماء اللي ما عندهاش روح ولا ضمير حولت 2 مليون بني آدم في غزة إلى رموز رقمية. علشان كده وبجوار وحشية الصهاينة السابقة للتكنولوجيا، بقى خبر متكرر قصف مدارس ومستشفيات وخيام نازحين أو استشهاد عشرات الأطفال والنساء يوميا في نقاط توزيع المساعدات الإنسانية. وبكده اتورطت جوجل ومعاها أمازون باستخدام تقنيات في مجازر الإبادة الجماعية الموجهة ضد المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني. علشان لما أقول لك إن لو على قد كارثة التنصت علينا من هواتفنا، فده جنب التكنولوجيا المتوحشة اللي بتستهدف أهلنا في غزة ولا حاجة. القصة مش مقتصرة على فلسطين والاحتلال بس، وموضوع استخدام التكنولوجيا في التجسس ده مش جديد. المبرمج إدوارد سنودن المجند السابق في الجيش الأمريكي والموظف في كل من وكالة الاستخبارات ووكالة الأمن القومي الأمريكي، بعد فترة من عمله واطلاعه على كوارث قرر نشر وثائق حكومية سرية مش بس هزت أمريكا، دي هزت العالم كله، ومن قلب الصين وتحديدا هونج كونج اللي سافر ليها ادوارد سنودن العميل والموظف التقني في السي اي اي. زود صحفيين بتقارير رسميه كشفت بالادله تجسس المخابرات الامريكيه على الدنيا كلها. ايوه زي ما سمعت كده بالظبط. وفي يونيو 2013 نشرت صحيفه الجارديان ان المؤسسات المخابراتيه الامريكيه بتمارس مراقبه شامله على كل واي محادثه هاتفيه او رسائل الكترونيه في جميع انحاء العالم، مش بس على الافراد العاديين او المشتبه فيهم وقرايبهم، او حتى على قاده الحركات والجماعات والمنظمات اللي بتصنفها ارهابيه. لا، امريكا بتتجسس على كل الحكومات والساسه من مختلف دول العالم، من حلفاء امريكا قبل اعدائها. وأوضح سنودن إن أمريكا بتعتمد على نظام مراقبة جماعي غير مسبوق وعنده قدرة هائلة على اختراق هاتفك أو الكمبيوتر بتاعك والتجسس عليك وانتهاك خصوصية أي شخص في أي مكان. واللي بتوصل مش بس لسماع اللي بتقوله، ده كمان لتشغيل الكاميرا والتسجيل والبث الحي والاطلاع على كل محتويات تليفونك من غير ما تحس بأي حاجة. وده بيتم عبر مشروع بريزون، المشروع اللي بيشتغل عن طريق تحميله على أنظمة الشركات وبيقدم للمخابرات الأمريكية وصول مباشر للخوادم المركزية لأبرز مواقع الإنترنت والاتصالات العالمية، منها فيسبوك وجوجل وسكايب وياهو وحتى شركات زي ابل وغيرها. البرنامج ده بيتيح للمخابرات الامريكيه الاطلاع الكامل واستخراج المعلومات والتجسس على المستخدمين دون اي حاجه الى امر قضائي. واحنا اللي كنا قلقانين من بيع بيانات لشركات المنتجات والخدمات، واحنا التكنولوجيا سلمتنا كلنا كده تسليم اهالي الامريكا. وبسبب الفضيحه دي دخلت اداره اوباما في دوامه وطردت سنودن ووكالات الاستخبارات الامريكيه، ووجه ليه القضاء الامريكي تهم سرقه ممتلكات حكوميه والتجسس ونقل معلومات استخباراتيه دون اذن. ايوه، المتجسسين اتهموا سنودن انه متجسس، واضطر سنودن لتقديم طلبات لجوء لاكثر من 20 دوله لكن كلهم اترفضوا. فقرر سنودن الخروج من الصين واللجوء الى روسيا، ومع المطالبات الامريكيه بتسليمه نشر سنودن مذكراته واللي احتوت على تفاصيل صادمه وخطيره
كشف فيها المزيد من سياسات التجسس الأمريكية على العالم كله عبر نظام تكنولوجي عالمي للمراقبة الجماعية. في 2024 أمرت حكومة الصين شركة أبل بإزالة تطبيقي واتساب وثريدز من متجر التطبيقات الخاصة بيها في الصين، وقالت إن سبب طلبها هو مخاوف تتعلق بالأمن القومي الصيني. المتحدث باسم شركة أبل ما سكتش على الموضوع ده، وطلع في حوار مع شبكة CNN وقال بكل حزم ووضوح: احنا ملتزمين باتباع القوانين في البلاد اللي بنشتغل فيها، وان بناء على اوامر اداره الفضاء الالكتروني الصينيه تمت ازاله التطبيقات دي من متجرنا الالكتروني في الصين، عشان تصبح 2024 هي نهايه واتساب وثريدز رسميا في الصين، والتطبيقين مملوكين لشركه ميتا ملكه فيسبوك وانستجرام. طبعا القرار طالع زي ما انت شايف كده علشان الحكومه الصينيه خايفه على مواطنيها من التجسس الامريكي عبر التطبيقات دي، اللي اصلا قبل ما تجبر ابل على حذفها كانت الصين عامله ليها ولغيرها حظر ومن زمان كمان. فبتوجيه من وزاره الامن العام الصينيه انطلق مشروع الدرع الذهبي في 1996، وفي 2013 انتقل المشروع إلى إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية. المشروع اللي يعرف بحسب تسمية وسائل الإعلام الغربية The Great Firewall، سور الحماية العظيم، نظام صيني متكامل للرقابة والحجم بيمنع أي شخص داخل الحدود الصينية من إمكانية الوصول إلى مواقع زي فيسبوك أو يوتيوب أو حتى جوجل، وده عشان الصين خايفة من التجسس على مواطنيها. تجسس تكنولوجي وضحناه واتكلمنا عنه واثبتناه، ولكن الصين بصت بعينيها وما رحمتش بقلبها، ونزلت بتقلها وعملت لكل حاجه حظرتها في الصين بديل. بدل محرك بحث جوجل عملوا محرك البحث بايدو. بدل استخدام واتساب عملت الصين منصة ويتشات. والقصة في الصين مش تنصت ولا إعلانات، تكنولوجيا مشروع الدرع الذهبي فصلت الصين حرفيا عن العالم، وعملت انترنت مخصوص لمواطنيها من خلاله بتراقب كل وأي نشاط إلكتروني، وتقدر الحكومة تحجب أي موقع هي عايزاه وتمنع مواطنيها من الوصول ليه، أو حتى تسمح ليهم، ولكن كل نشاطك على الموقع ده بيكون مراقب بالكامل، كأنهم قاعدين معاك على الجهاز باصين في شاشتك. في المقابل حاولت بعض الشركات العالمية التعاطي مع الموقف الصيني المتشدد ده، فطورت مايكروسوفت نسخة من محرك البحث بينج وخلته مخصص للصين بس، وبرضه أنشأت أمازون موقع إلكتروني مخصص للصين، وكل ده طبعا باتفاق والتعاون مع الحكومة الصينية. وبكده تكون الصين بشكل أو بآخر قدرت تجنب نفسها ومواطنيها جزء كبير من مخاطر التكنولوجيا المتوحشة. بس كده، أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة، وتستنوني كل يوم 4 الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة في بنك الحظ. سلام.